الصوم هو فترة انتصار على النفس والجسد. الصوم هو أن تجلس أولا وتعرف ما هي أخطائك التي ترتكبها باستمرار، وما هي طباعك التي تحتاج إلى تغيير، وتبتدي تمشي في طريق عملي لمقاومة هذه الأخطاء. الصوم إذن هو فترة صلح مع الله. الصوم هو إيه؟ فترة صلح مع الله، لأننا في الخطية نغضب الله ونبعد عنه. والرسول بولس بيقول ننادي كسفراء عن المسيح أن اصطلحوا مع الله. فاللي يصوم صوما جسدانيا من ناحية تغيير نوع الطعام ولا يصطلح مع ربنا يكون صومه صوما مرفوضا أمام الله. ليس مجرد صلح مع الله، إنما الصوم هو فترة عشرة مع الله، صلة مع الله. عشرة مع الله وصلة مع الله. علشان كده بتجدوا في القسمة تتكرر عبارة الصوم والصلاة، الصوم والصلاة كثيرا. فالصوم الخالي من الصلاة هو صوم يعمل فيه الجسد ولا تعمل فيه الروح. إذا المفروض لكي يكون الصوم في عشرة مع الله أن تكون فيه الصلاة والتأمل والقراءة الروحية والتسبحة والترتيل والقداسات والمطنيات وعمل الروح عموما. يبقى ده صوم حقيقي في عمل الروح. احنا بنصوم علشان نقول للجسد توقف حينا لكي تأخذ الروح راحتها. توقف عن شهواتك ورغباتك، مش يتوقف عن الحياة. توقف عن شهواتك ورغباتك لكي تأخذ الروح راحتها. فالهدف الأصلي هو أن تأخذ الروح راحتها في الرب. يكون لك عشرة مع ربنا، والكنيسة تقدم لك برنامجا خاصا تساعدك على هذه العشرة مع الله. ولازم أيضا يكون لك برنامجك الشخصي في العشرة مع ربنا. الصلاة لما بتكون مصحوبة بالصوم بتكون لها قوة أكتر. يعني الصلاة لما الواحد يقولها وهو فاطر وبطنه مليانة وشبعان على الآخر ما تكونش ليها قوتها زي الصلاة اللي تنبع من قلب إنسان صائم. ولما نتتبع الصلوات المقبولة في الكتاب المقدس نجد إنها كانت صلوات مع أصوام. فترة عشرة مع الله. نلاحظ أيضا أن الصوم الأربعيني الذي صامه السيد المسيح 40 يوما كان صايم وهو معتكف مع الآب في خلوة مع الآب على الجبل. ساب الناس كلها وتفرغ للعشرة مع الآب لكي يعطينا درسا كيف نصوم. وعشان كده بيقول الكتاب قدسوا صوما نادوا باعتكاف. فإذا كنت ما بتقدرش تعتكف بطبيعة العمل والمسؤوليات فعلى الأقل وقت فراغك
خذ جزءا منه للاعتكاف. لكن لما يكون طول الوقت كلام مع الناس ودردشه ورايح وجاي، ايه اللي استفدته من صومك؟ لا تتذكر الصوم الا المائدة وتشوف ان الطعام نباتي. طب بقية اليوم ازاي بتفتكر انك صايم اذا كان وقتك كله كلام ودردشه مع الناس؟ ولهذا كان الصوم بقدر الامكان مصحوبا بالصمت،